هذه اللقاءات يعني وضعناها اولا لوضع يعني تحيين المعلومات المتعلقه بنشاط الصيد البحري، تقديم يعني حصيله البحوث العلميه المنجزه من طرف القطاع فيما يخص يعني تقييم المنتوجات الصيديه، وذلك ياتي لوضع استراتيجيه وطنيه تقوم بتسيير جهد الصيد، وهذا لضمان استمراريه النشاط. هذا القطاع لا يخفى على الكثير انه قطاع حساس وجد بالغ الاهميه في الجزائر، خاصه لو نحسب المساحه تاع الشريط الساحلي. هذا يتعلق بالثروه السمكيه، يتعلق بامور تخص البحاره ومختلف من النهايين، من خياطين، من مجهزي السفن، من كل المهنه.